ايه هي اصلا السوشيال ميديا استراتيجي؟ السوشيال ميديا استراتيجي هي البلان او الخطه اللي البراند بتاعي هيكون موجود بيها على السوشيال ميديا بلاتفورم، اللي هي مكونه من ايه؟ اللي هي مكونه من التارجت اودينس بتاعي، مكونه من ان انا هقول لهم ايه، انا داخل اصلا اعمل ايه على البلاتفورم دي، شكلي هيبقى عامل ازاي. كل نقطه من دول ليها سب ايتمز ثانيه. او بشكل عام السوشيال ميديا استراتيجي هي انت هتعمل ايه على السوشيال ميديا، داخل فين، هتعمل ايه، والمين. طيب قبل ما اقول ان انت لازم تستخدم السوشيال ميديا، مهم الاول اقول لك هو ان دايما بيبقى في جاب ما بين الشخص اللي بيقدم السيرفيس وبين الجمهور او التارجت اودينس بتاعه. دايما بيبقى في جاب بينهم. التارجت اودينس ما يعرفش كتير عن البراند، في نفس الوقت البراند ما يعرفش كتير عن التارجت اودينس، او هو اللي هو عارفه في النطاق اللي هو محتاجه بس، او اللي هو معتقد ان هو محتاجه. اول حاجه ممكن تستفيدها من السوشيال ميديا هي ان انت هتخلي البراند بتاعك او الحاجه اللي انت بتبيعها تتعرض اكتر على الناس، مره على مره بتبدا تبقى معروف اكتر، بتبدا التارجت اودينس بتاعك يبقى عارفك اكتر وبشكل اوسع، تشتغل على البراند لويالتي بتاعك، الكاستمر بتاعي او الكونسيومر نفسه يبقى لويال للبراند بتاعي، هو مش مجرد ان هو بس بيشتري الحاجه بتاعتي خلاص كده كيس بينا انتهت، لا هو بيفضل مكمل معاك. اغلب الكونسيومرز او الناس اللي بتشتري سيرفيس ما هو لازم دايما يخش يبص عليه على السوشيال ميديا، او ده بقى بيهيفير جديد ظهر ان هو بيخش لا انا عايز اشوف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا وعايز اشوف هو موجود ولا لا، فبيخش ويبدا يعمل له فولو. مع الوقت وبعد الفولو لما بيبدا يبص على البراند ويبدا يشوف هو بيتكلم ازاي، بيبدا يتعلق بيه وبيبدا يبقى في ريليشن شيب اكتر او علاقه ما بينه وبين البراند اكتر من ان هو مجرد بس يستخدم السيرفيس بتاعتي او ان هو اشترى التيشيرت بتاعي. كاستمر سيرفيس او السي اس، فكره ان انا مش كل التشانلز وان واي، التشانلز كلها بتبقى رايح جاي، بمعنى ان هو انت مثلا لو على الفيسبوك فانت انا ممكن اقول لك حاجه على بوست وانت تقدر تكومنت عليها وتقدر تقول لي حاجه. وجود كيس او ان حد بيشتكي من المنتج بتاعي لازم يكون عندي البلان ازاي احل بيها المشكله دي، او ازاي اخد الكيس من الكاستمر او من الكونسيومر وابدا اتعامل فيها واحلها. ده برده من ضمن الحاجات اللي تخلي لا الكلاينت يبدا يقول لا انا فعلا الناس دي مش مجرد ان هي عايزه تبيع لي وخلاص، تعالى بقى ناخد برسبكتيف تاني او ناخد وجهه نظر تانيه غير الشخص اللي بيشتكي، الشخص اللي شايف شكوى. لان انت في ظل ان انت موجود على السوشيال ميديا مفيش حاجه بتفضل مختفيه. ففكره ان في كيس هتحصل في الكومنتس او عندك على السوشيال ميديا محدش هيعرفها، لا ده ما بيحصل. فمهم قوي ان الناس اللي بتتفرج على الكيس ان هي تبقى شايفه انت بتعامل الكيس ازاي. انت محتاج ان انت تخش معاه في الكيس اكتر من كده، توري الناس ان انت مهتم بالكاستمر بتاعك. ده زي ما بيحافظ على سمعه البراند بتاعتك وبيخلي الناس بتبقى عارفاك بشكل كويس، برضه بيبدا يلعب على حته ثانيه وهي البراند لويالتي. عشان اصلا الكاستمر يشتري مني هو في حاجه زي فانل او طريق بيمشي فيه، لازم الاول يكون عارفني، بعد ما يكون عارفني انه يبدا يبقى انترست بيا، بعد الانترست يبدا يهتم اكتر، ياخد اكشنز معايا، يبدا يسال الايتم، وفي الاخر خالص بيشتري. تراديشنال ماركتنج فانل في جزء تاني، الفانل دي مهم جدا، وهو انت تفضل دايما توب اوف مايند، او ان انا لما اجي افكر في منتج انت تظهر في دماغي على طول. ليه اخلي الكونسيومر يشتري مني ما يشتريش من حد تاني؟ عشان اشرح دي كويس تعال ندي شويه امثله. اذكى لابتوب في العالم هتقول ايه؟ ابل. احسن ضمان في مصر عشان اشتري ادوات منزليه العربي. دي الحاجات كلها الناس جوه كانت شغاله على انه يخلي الايتم بتاعه او المنتج بتاعه توب اوف مايند. لما اجي افكر في الحاجه انا عايز اشتري ثلاجه العربي، عايز اشتري تليفون ابل، هو ده معنى ان انت تبقى توب اوف مايند، ان البراند يفضل موجود قدامي، او ان انا بشوف له كونتنت بشكل تواصل، او ان انا بشوفه بشكل دائم على السوشيال ميديا وبانجيج معاه بينجيج معايا حتى لو هو ما اشتراش. ده قدام بيخليه يفكر اوكي انا لو عايز اشتري مش عارف ايه البراند ده انا شفته قبل كده وكان بيتكلم عن الايتم، اوكي هبدا افكر فيه. هي دي الفكره، ان انت تخلي الحاجه اللي انت بتبيعها تفضل توب اوف مايند دايما عند العميل. مهم برضو جدا ان انا لما اجي اشتري حاجه ان انا اتكلم مع اللي بيبيعها، او اميك كونفرزيشن اباوت، ان انا لا انا مش عايز مجرد ان انا اخش ازيك عامل ايه هات ده اشتريه خد فلوس امشي. مفيش بيعه في الدنيا بتمشي كده، ده ما بيحصلش، وحتى لو بيحصل فهيحصل في اندستريز معينه وفي حاجات معينه قوي قليله، بس العام لا، ان مفيش حد بيشتري حاجه من غير ما بيتكلم عنها. فكره ان في كونفرزيشن بتحصل عندي في البلاتفورمز بتاعتي او على الاكونت بتاعي على المنتج بتاعي، او الناس بتتكلم والناس بتسال والناس بترد عليها، ده بيساعد بشكل او باخر ان انا اخد القرار ان انا اشتري. فالسوشيال ميديا او البوستس بتاعتي سواء سبونسر او اورجانيك او حتى لو انا جايب انفلونسر، كل ده بيأثر على قرار الشراء بتاعي، لان في الاول وفي الاخر انا داخل اشتري حاجه، ده قرار عمره ما كان سهل. فلا انا مش هشتري كده وخلاص، انا هبدا ايفالويت وهبدا اقيم الحاجه واشوف ده عامل ازاي، ولو انا اشتريت ده واللي اشتراه قبليه قال ايه، ومين اتكلم عليه، ومين مشهور اتكلم عليه، ومين مش مشهور اتكلم عليه. كل ده بيفرق في ان انا اخد القرار بتاعي. ودي من ضمن الحاجات المميزه في السوشيال ميديا، انه مش مجرد ان انا الكونتنت جوه البلاتفورم، لا اغلب البلاتفورمز او الميجا بلاتفورمز دلوقتي بيخليك ان انا لو شغال على الاكونت بتاعك كويس ان هو ياخد رانك كويس على السيرش انجن. يعني لو دخلت سرشت على مثلا على ابل، البلاتفورم بتاعت ابل على تيك توك او على فيسبوك هتظهر لك من اول كام نتيجه. الويب ترافيك، فكره ان انا في ناس من عندي من الفانز بتوعي هيخشوا على الويب سايت بتاعي،
لو السوشيال ميديا بتاعتك بتبرفورم كويس على البلاتفورمز او على الاكونت او الارقام بتاعتها كويسه، ده بيبدا ياثر بشكل مباشر على الرانك بتاعك على السيرش انجن. مثال اكونت مثلا انا كنت شغال عليه، وكان في حاجه تريكي في الاكونت، ان في ناس كتير مسميه نفسهم نفس اسم البراند. يعني هو مثلا لو اسمه محمد، فانت في 100 اكونت تاني اسمه محمد. فمشكله ان انت كنت بتخش مهما بتعمل سيرش على الفيسبوك او على جوجل او على انستجرام، هيظهر لك محمدات التانيه، مش هيظهر لك محمد الاصلي نفسه اللي شغال بيبيع المنتج. فكان من ضمن التولز ان احنا نبدا ناخد رانك على الناس دي، او نبدا نطلع فوق في الرانك، ان احنا نشتغل على السوشيال ميديا بتاعتنا، نشتغل على اسم البراند. وفعلا بعد ما فضلنا نشتغل شويه على السوشيال ميديا ونطور الاداء بتاعها، وصلنا في الاخر ان محمد الاصلي اللي احنا كنا شغالين عليه هو كان رانك رقم 1، سواء كفيسبوك وبعد كده كان انستجرام. بس المهم ان انا قدرت عن طريق السوشيال ميديا اخد رانك، او ابدا ابقى موجود في البيج نمبر 1. مش هتدوخ عشان تلاقيه، او مش هتلاقي فيك محمد كتير، هتوصل لمحمد الاصلي نفسه. ده بيحصل ازاي؟ ده بيرجع للبيزكس بتاعت شغل السيل، بس انت محتاج تطبقها على السوشيال ميديا بشكل اساسي. بمعنى انا محتاج ابدا استخدم كلمه محمد بشكل مناسب، فما استخدمهاش كتير قوي في بوست، ما استخدمهاش بشكل قليل قوي. ابدا كرافت محتوى، ابدا اطلع محتوى هو انجيجنج، خلي الناس تتفاعل معاه وتشيره وتتراكت معاه. مش بسبام، مش بحط محمد، مش بقول محمد ذهب مع مش عارف مين وهو ومحمد، وحط محمد تاني تحط 17 محمد في الجمله. لا، كفايه ان انا ابدا استخدم الكلمه بشكل مناسب، جمله او في بوستس او في كونتنت، عشان تبدا تترانك بيها على السيرش انجن. ده مره بعد مره بعد مره على فتره طويله او على مدار طويل الرانك بتاعك يتحسن. حاجه تانية برضو السوشيال ميديا بتفيدنا فيه، بتفهم الكونسيومر بتاعك، بتفهم الشخص اللي داخل يشتري مني او الشخص اللي داخل يتعامل معايا هو عايز يعمل ايه. مش مجرد ست عايزه تشتري جزمه، لا، هو الموضوع ديب عن كده. حتى لو هي مش عارفه الموضوع اعمق من هو مجرد، او حتى لو هي فاهمه ان هو بس جزمه عجباني هشتريها، انت كماركتير او حد شغال على بيزنس او حد عنده بيزنس، هو محتاج يفهم ان لا، قرار الجزمه ده ليه عوامل كتير. تبين رجلها شكلها كويس، عايزه تبين ان هي شخص اليجنت او بتجيب جزمه من براند، عايزه تاخد بيها، يمكن عايزه تطول نفسها شويه فهتجيب هيلز. فكل ده تقدر تعرفه عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق وجودك على السوشيال ميديا. بمجرد كونتنت بسيط او كامبينز صغيره تطلع بيها تكومينيكيت مع الناس انت بتبيع ايه وهم عايزين ايه، هتبدا تفهم منهم ده. انت مجرد بوستس او كامبين بتتكلم تجيب الشوز الفلانيه ليه، او ليه تجيب الشوز دي مش الشوز دي، ده لوحده يطلع لك انسايتس، وتبدا تفهم منه الناس بتفكر ازاي، او قرر ان هي الكاستمر بتاعي انا هيشتري الجزمه دي. حاجه تانية وهي ازاي اخلي الناس هم اللي يعلنوا عن المنتج بتاعي، هو اللي يتكلم عن المنتج بتاعي مش انا اللي اتكلم عليه. ده كنوع من انواع الماركتنج هو مهم جدا. لو انا مثلا بعمل اعلان على التلفزيون، فمفيش حد هيقدر يعمل لي اعلان من وهو شايف اعلان على التلفزيون، بس لو شاف اد على الفيسبوك او بوست على الفيسبوك او على الانستجرام هيقدر يعمل له شير، هيقدر هو ياخد البوست ده ويبدا هو يتكلم عليه. ده مش موجود غير على السوشيال ميديا. كذلك برضو ان انا افتح السبيس بتاعتي، ان الناس اللي شغاله معايا نفسهم يبداوا يتكلموا عن البيزنس بتاعي، مش مجرد ان انا عايز الكونسيومر بس، لا، انت محتاج التيم بتاعك نفسه يتكلم عليه. عشان كده انا مثلا اي اكونت باجي اشتغل عليه، رقم واحد لازم نخلي الناس تشوف التيم اللي ورا البراند، لازم يشوف ان لا، ده في ناس زي شكلهم عاديين، في محمد وفي احمد وفي علي، ناس طبيعيه عادي جدا بتشتغل على البراند ده. على قد ما بيشتغل على البوند اللي بيني وبينه، على قد ما بيفيد الناس بتعرف ان انت حقيقي مش فيك. اخر حاجه وهي اللي علشانها اصلا في فيسبوك وانستجرام وفيسبوك جروب وفيسبوك بيج وفيسبوك اكونت، ان يبقى انت عندك كوميونتي او في ناس هي منتميه قوي للبراند بتاعك، لدرجه ان هو بيبدا يقول لك رايه، بيبدا يتكلم معاك، مش داخل يعمل كونفرزيشن عاديه، لا، ده بيتكلم معاك، مش بيع وشراء. فكره ان يبقى في انجيجمنت كاستمر تو كاستمر اللي مثلا بتبقى موجوده على الفيسبوك جروب، ان بتلاقي ناس بتخش تتكلم عن المنتج وتقول ايه، والله يا جماعه انا جربت المنتج ده وكان عظيم. ده مش موجود غير في الكوميونيتيز. دلوقتي جينا لحته التمبلت برزنتيشن دي، هتلاقيها موجوده في اللينك تحت. بس مهم يعني ان تقدر تاخد البرزنتيشن دي تعمل لها كوبي، تبدا من عليها تغير الداتا وتحط الداتا بتاعتك انت وتبدا تستخدمها. الحاجات دي او الصور دي انا بحسها ان هي حاجات مهمه قوي معلقه معايا من كورسز، او انا شايف ان هي مهمه ان احنا نبقى عارفين. زي ايه؟ زي السؤال ده اللي بيقول لك ايه هي السوشيال ميديا استراتيجي. فالسوشيال ميديا استراتيجي هي الاربع نقط دول. اولا انك انت تبقى فاهم اللي هم عايزين يعملوا، تبقى فاهم الجولز بتاعت البراند بتاعك، وتقدر تبني خطه توصل بيها للكلام ده. يعني مثلا براند اكس عنده جول ان هو يوصل للكاستمر ده، او ان هو يبيع الشوز دي لواحده اسمها ألفة. ازاي هتوصل الشوز بتاعته لألفة وتخليها تقتنع وتشتريها ما بين دي ودي؟ اللي انت هتعمله كله دي تقدر تقول ان هي السوشيال ميديا بلان او الاستراتيجي بتاع السوشيال ميديا. مقدمه الاول قبل ما نخش في السوشيال ميديا استراتيجي، خلينا نعدي عليها كده بسرعه. اول نقطه، ده البراند اكس عنده جول اللي هو ما بين اكس وما بين واي، كل ده هو ده الاستراتيجي. من ضمن مهام الاستراتيجي انك
تبقى فاهم انا رايح اقول ايه للتارجت اودينس بتاعي. انا هروح اقول لهم ان الشوز دي احسن شوز في الدنيا، ولا اروح اقول لهم الشوز دي مريحه قوي، او هروح اقول لهم الشوز دي عمليه قوي. مهم قوي ان انا اختار المسج بتاعتي وابقى فاهم بقولها لمين وازاي. ده جزء من الاستراتيجي، والطريقه اللي هتوصل بيها المسج دي هي دي نفسها كور الاستراتيجي. طيب انا دلوقتي بقول مسج، او انا بقول للكاستمر اشتري الشوز دي عشان هي مريحه. هل اصلا الكاستمر اللي انا رايح له ده هو عايز يعرف ان الشوز دي مريحه؟ مهم قوي ان انا ابقى فاهم انا رايح اقول ايه لمين. مش هينفع مثلا اروح له حد اغلب الشوز اللي بيستخدمها سواري، او شخص مثلا بيلبس هاي هيلز اروح اقول له البس كوتش براكتيكال او سنيكرز عشان هي مريحه جدا. مش هيشتري مني، مش هيسمعني. هو شخص بيدور على ان هو عايز يبان اليجنت على السنيكرز، بالنسبه له عمرها ما هتبقى عمليه. فاجين فكره ان انا اكومينيكيت المسج الصح للشخص المناسب للمسج دي. حاجه ثانيه برضه، انا هروح انهي بلاتفورم. انا عندي مثلا الناس اللي انا ببيع لهم السنيكرز، الناس اللي بتستخدم السنيكرز دول انا الاقيهم فين؟ هل الاقيهم موجودين على التيك توك؟ هل موجودين على انستجرام؟ هل على فيسبوك؟ هل اخش لهم من تويتر؟ الناس فين؟ وهروح اقول لهم ايه وبشكل عامل ازاي. يعني مثلا مش هينفع اخد ريل او كونتنت انا عامله للتيك توك بمقاس التيك توك وبالفورمات بتاعت التيك توك وهروح احطها على تويتر. عمرها ما هتعمل حاجه، عمر ما هيبقى ارقامها كويسه. لا، انت محتاج كونتنت تيك توك لتيك توك نفسه. انا بكستمايز المسج بتاعتي على الفورمات بتاعت الشانل. فمهم قوي ان انا ابقى فاهم الكاستمر بتاعي فين وهقول له ايه، وهل اللي انا بقوله ده بقوله بشكل مناسب للبلاتفورم دي. حاجه ثانيه، السوشيال ميديا بتتيح لي ايه، او ايه اللي اقدر استفيده من خلال الاستراتيجي اللي انا هعملها. اول حاجه ان الناس تلاقيني. يعني هل ينفع لما تخش تدور على توشيبا على فيسبوك ما تلاقيهاش؟ هل لو انا شفت مثلا حد مثلا جه قال لي والله انا جبت تي شيرت حلو قوي من امريكان ايجل امبارح، لو انا دخلت ادور عليه وما لقيتهوش، امريكان ايجل نفسها ضيعت على نفسها كاستمر كان ممكن يشتري تي شيرت من عندها. كان ممكن هو بيشتري التي شيرت ياب سيل عليه ويشتري بنطلون، ممكن يضيع سيله كويسه لسبب ان هو ما كانش موجود على السوشيال ميديا. فان انت تتلاقى على السوشيال ميديا او الناس تلاقيك على السوشيال ميديا دي حاجه مهمه قوي ولازم تبقى مركز عليها. حاجه ثانيه وهي ان انا ابني البراند بتاعي، ابني وجوده وشكله وبتعامل معاه ازاي وبيرياكت مع الناس ازاي وازاي الناس بترياكت معاه. ده مهم قوي ان انا اعمله، وصعب انك تعمله بسرعه بشكل مناسب. ابسط قوي انك تعمله الايام دي او في الفتره اللي احنا فيها خلال السوشيال ميديا. مش بنقول ان هي دي الطريقه الوحيده ان انا اقدر ابني بيها البراند بتاعي، بس دي الطريقه الاضمن، دي الطريقه الاسرع، دي الطريقه الاسهل للناس. وحاجه ثانيه وهي ان انا اقدر ازود مبيعاتي، ان انا اخلي السيلز بتاعتي بدل ما ابيع 70 ايتم النهارده لا انا هخليه 100 ايتم في اليوم. حاجه ثانيه وهي ان انا اشير نوليدج، انك تشير معلومه انت عارفها او تقولها للناس. ده مهم قوي انك تعمله على السوشيال ميديا. لو انا كبراند ببيع شوز، مهم قوي ان انا ابدا اتكلم مع الناس عن فوائد السنيكرز، ودي حاجه مهمه قوي ان انا اعرفك معلومه هي مش بيزك في المنتج بتاعي بس هي حوالين المنتج. يعني مثلا مش شرط لو انا ببيع سنيكرز وانا قررت ان السنيكرز دي للناس العمليه يبقى انا التارجت اودينس بتوعي الناس العمليه او الستات العمليه. محتاج ان انا اشير نوليدج او حاجات تفيدهم هم بقى كاشخاص عمليين، فاديهم الانفو او المعلومه اللي تناسب الشخص العملي. انك تستقبل برضو الفيدباك او ان انت تستقبل اراء الناس في المنتج بتاعك، ده حاجه مهمه قوي تكون حاططها في اعتبارك وانت شغال على الاستراتيجي. وحاجه مش هتلاقيها غير على السوشيال وورد اوف ماوث، ان انا اخلي الناس تتكلم عن المنتج بتاعي. من كام سنه اما حد اتكلم عن مين اللي بيتكلم اسمه الراجل كتب الكتاب اسمه جونا بيرج، لما الراجل ده جه يتكلم على الورد اوف ماوث وقال لك ان الرقم اللي موجود على السوشيال ميديا ايه في وورد اوف ماوث تتكريت على السوشيال ميديا، لا ان هو حوالي 21%. الرقم على قد ما هو يبدو صغير رقم مؤثر. انت في براندات ممكن تنهار بسبب وورد اوف ماوث، وفي براندات ثانيه بتقوم بسبب الوورد اوف ماوث. لان هو بمنتهى البساطه لو انا جيت سالتك قلت لك انا عايز اشتري تي شيرت، اشتري تي شيرت منين؟ انا كشخص جربت التي شيرت بتاع امريكان ايجل فهقول لك لا اشتري من امريكان ايجل، التي شيرت بالنسبه لي كان مناسب، كان عملي، قطن ومريح، هقول لك اشتري التي شيرت بتاع امريكان ايجل. ده اسمه وورد اوف ماوث. السوشيال ميديا او الديجيتال وورلد بشكل عام يقدر يساهم في ده، يقدر يخليك تستفيد بده. حاجه ثانيه مهم تحطها وانت بتكرافت الاستراتيجي بتاعتك، وهي ان انا عايز اخش جوه دماغ الناس بتوعي، عايز اخش جوه دماغ الكاست، عايز اعرف هو بيفكر ازاي وشايف ده ازاي. لو انا حطيت له المنتج على باك جراوند بيضاء هيشتري ولا؟ طب لو حطيت المنتج بتاعي على ديزاين هيشتري؟ الحاجات دي كلها على قد ما هي ديتيلز واي بي تيست بس بتفرق، بتخليني افهم الشخص ده بيتعامل ازاي. لو انا حطيت له كونتنت زي كونتنت بيس كيك هيعمل ايه؟ طب لو حطيت له محتوى شبه محتوى الدحيح هيرياكت معاه ازاي؟ ايه اللي لما اوصل له في الاستراتيجي بتاعتي اقول خلاص انا كده الاستراتيجي بتاعتي دي كويسه، اقدر احكم عليها بان هي نجحت. لما الاقي ان انا باللي انا بعمله او بالاكتيفيتيز اللي انا بعملها او بالتاكتكس اللي انا بعملها في وين وين ريليشن شيب، محتاج وانا بعمل الكونتنت ده انا بستفيد منه وانت بتستفيد منه. لو انت بتنجيج معايا فانت بتنجيج معايا وبتجيت انترتين، انت بتتسلى. حاجه ثانيه ان انا اكون دايما واثق ان انا شخص اكتف على السوشيال، مش مثلا ببقى موجود يوم واسبوع، لا انا موجود بشكل مستمر، موجود بشكل اكتف وان انا ارد على الناس. حاجه ثانيه ان انا برضو لما الاقي
بيهيفير او تصرف معين من الناس وهو ده اللي انا عايزه وهو ده اللي انا بدور عليه وهو ده اللي هيفيد الاوبجيكتيف بتاعي، اشجعه. مثلا لقيت حد بيريفيو برودكت بتاعي اتكلم بيقول والله يا جماعه انا جبت الشوز دي من البراند بتاع محمد وعجبني جدا، محتاج ان انا لا انا ممكن اديك جيفت، لازم اديله بشكل او باخر ريورد، لازم اشجع البيهيفير اللي انا عايزه. لو في شخص بيعمل بيهيفير منافي للي انا عايزه هبدا ادخله في بروسيس معينه عشان اقلل من ده. ايه الحاجات اللي محتاجه تكون موجود في السوشيال ميديا استراتيجي بتاعك؟ مبدئيا محتاج يكون معرف بشكل واضح مين هم التارجت اودينس بتوعك، ده داخل تكلمني، محتاج تكون معرف انا داخل انهي بلاتفورم، داخل اعمل ايه في البلاتفورم، ولما هخش هقول لهم ايه، ومحتاج برضو اكون واثق ان انا لما هخش البلاتفورم دي هقدم محتوى بالشكل المناسب للتارجت اودينس ومناسب للبراند. اخش على تيك توك اقدم كونتنت في فورمات يوتيوب، ده مش هينفع، الناس مش هتقبله على تيك توك، ايفن لو هو نفس الكاستمر او نفس الكونسيومر بيشوف لي الكونتنت على اليوتيوب، لما هيخش على تيك توك هو شخص تاني، هو داخل بمايند سيت مختلف خالص. فمحتاج ابقى فاهم انا بعمل كونتنت تيك توك وانا قادر اعمل كونتنت تيك توك لازم يبقى مناسب للبراند بتاعي ولازم يبقى مناسب للتارجت اودينس، بس في نفس الوقت ابقى ماسك العصايه من النص. هنتكلم عن حاجه ثانيه وهي الاستراتيجيك بلاننج بروسيس. مبدئيا تعالى نتكلم عن اول حاجه هي البيزنس اوبجيكتيف بتاعي، ببدا احوله لحاجه اسمها ماركتنج اوبجيكتيف. البيزنس عايز يبيع 300 ايتم وهو بيبيع 20، لازم اوصل لطريقه بيها اقول له احنا هنعمل 1 2 3 هنبيع في الاخر 300 منتج في اليوم. وانا بعمل ده محتاج اطلع الكي بي ايز بتاعتي. جزء تاني بقى البيزنس بتاعي دلوقتي بيعمل ايه او هو فين، والناس التانيه منافسين ليا بيعملوا ايه، المنافسين ليا بشكل مباشر وغير مباشر. حاجه تانيه انا ببنش مارك على مين، انا عايز اوصل لمين، هل انا النهارده مايكروسوفت وعايز ابقى ابل، هل انا مثلا النهارده بيج على الفيسبوك وعايز تبقى جوميا، انت فين وعايز تروح فين. وانا بقى ببص على ده محتاج افهم هل انا اقدر اعمل ويب سايت زي بتاع جوميا النهارده وانا لسه عندي بيج على الفيسبوك، محتاج ابقى فاهم انا فين وعايز اروح فين. وانا شغال في البروسيس دي خلي برده دايما قدامك الناس اللي معايا التيم بتاعي هو يقدر يوصلني لحد فين. هل انا عايز اوصل لجوميا وانا ما عنديش حد اصلا بيشتغل على الويب سايت، هل انا عايز اعمل محتوى وانا ما عنديش كونتنت كريتور او ما عنديش سوشيال ميديا تيم، محتاج افهم انا عندي مين، انا معايا مين، وعايز اروح فين. قلنا ان من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده في الدوكيمنت بتاع السوشيال ميديا استراتيجي هي البيزنس جول. الشركه او المكان اللي شغالني عايز يوصل لايه، شركه عايزه تعلي مكاسبها بنسبه 30%، الماركتنج بعديها هياخد قرار يلا نجنريت نيو سيلز او يلا نجيب كلاينت جديده بنسبه 40%، السوشيال ميديا تبدا تطلع قرار يلا نعلي الكونفرجن بنسبه قد كده. ده اكزامبل او ده درافت بسيط قوي عشان كله في الاخر يبقى اونلاين وكله ماشي على نفس الخط. ايه هو اصلا بقى الماركتنج اوبجيكتيف؟ الماركتنج اوبجيكتيف تفاصيل ازاي انا كماركتنج هحقق البيزنس جول، ازاي لو البيزنس عايز يزود مبيعاته ب 30% او عايز يعلي ارباحه 30% انا هعمل ايه الكونتريبيوشن بتاعي، هل انا هجنريت اويرنس، هل مثلا هعلي الكونفرجن ريت بتاعي، كل ده او هي دي الحاجات اللي في الاخر هتوصل البيزنس للحته اللي هو عايزها. خلاص احنا دلوقتي معانا الماركتنج اوبجيكتيف، هل ده انا اقدر اشتغل بيه في السوشيال ميديا؟ لا، انا محتاج ابدا احول ده لجولز لكل بلاتفورمز عندي، يعني كل بلاتفورم عندي هبدا اخد الماركتنج جول والبيزنس جول واشوف اوكي انا التيك توك هيوصلني لده ازاي، هل التيك توك مثلا ده هيضرب لي مبيعاتي 100%، انت محتاج تاخد ده وتبدا تكستمايزه على كل شانل، كل شانل تبدا تقول لها يبقى انا محتاج من الشانل دي اكس عشان اوصل للماركتنج اوبجيكتيف ده اللي هيوصلنا للبيزنس جول ده. وانا بحط الجولز بتاعت السوشيال ميديا ما ينفعش احط بس ان انا عايز ايه، انا عايز اوصل ل 5000 فولور، لا هي مش هتمشي، محتاج تبدا تحط سمارت جول واضحه وعارف انت عايز ايه، انا عايز اوصل ل 5000 فولور، وتكون برضو قادر توصف الرقم او قادر تقيس الرقم. لما اوصل للرقم اقول اوكي وصلت 5000 فولور، رقم واضح. برضو يكون حاجه ثانيه ان اقدر اعمله، ما اقدرش اقول ان انا بيج لسه عاملها النهارده انا عايز اوصل بكره المليون، فمش هينفع، لازم الجول بتاعي يكون واضح وقادر اوصل. حاجه ثانيه انا محتاج 5000 فولور، وحاجه ثانيه ان انا اقول انا محتاج 5000 فولور في الشهر، انا محتاج احط له تايم فريم كده اقول خلال الفتره دي انا محتاج اوصل لاكس. وطبعا محتاج يبقى لاين مع البيزنس اوبجيكتيف، برضو محتاج وانت بتختار المترك انا ليه بختار المترك ده وازاي هيكونتريبيوت او هياثر في البيزنس جول الاساسي، ازاي انا لما هقول لك يلا نزود الفولور بيز ده في الاخر هياثر على رقم المبيعات، ده محتاج اكون فاهم. ايه تاني في الدوكيمنت بتاعي زي ما قلنا الاودينس بتوعي، الاودينس اللي انا بتارجته مهم قوي ان انا اكون حاطط مع التارجت اودينس بتوعي في الاستراتيجي او في الدوكيمنت بتاع الاستراتيجي البيرسونز بتاعتي، الناس اللي انا بكلمهم بطلع لهم اكزامبل. انا خلاص مثلا طلعت التارجت اودينس بتوعي ستات مهتمين بالشوز وقلت ان هم عندهم من 18 ل 35 سنه، خلاص كده خلاص، لا لسه لازم اطلع بعد كده حاجه اسمها بيرسونا، اللي انا هطلع شخص، هطلع واحده اسمها ألفت، اطلع ديتيلز عنها، انا عايز اوصل لألفت على السوشيال ميديا اعمل ايه، لازم وانا بكتب ان ألفت عايشه في السنبلاوين وان هي بتحب الشوز لازم اكون جايب داتا دي من انسايتس حقيقيه مش مجرد انت بتخيلها. ممكن تبدا تطلع الفيجن بتاعتك هنا وتبدا تاكد عليها وتكونفيرم على كل انفو، مش لازم تبقى حقيقيه، هي في الاخر كاركتر انت بتبنيه. وده ليه بنعمله؟ لان هو زي ما بيتقال او زي ما هو شائع، لو انت بتماركت للناس كلها فانت بتماركتش لحد، انت لازم تبقى عارف انت بتكلم مين، هذا الكم من التفصيل. لان تاني هو من ضمن نقاط القوه في السوشيال ميديا ان انت عارف انت هتروح لفين، انت عارف ان انت لو دخلت عشان توصل للميلانيوس مثلا فانت هتروح على يوتيوب، فهو اداك بريفليج ان انت توصل للناس بسهوله، الناس اللي انت عايزه تارجت اودينس، بالتالي انت محتاج تعمل كده. انا مش عايز اوصل للناس كلها، لا انا عايز اوصل للسيجمنت ده، للبيرسونا دي، وات ايفر انت بتستخدم اورجانيك كونت او بتستخدم بيد كونت، كل شغلك انفلونس او كل شغلك مهم قوي توضح البراند بيربس بتاعك، انا البراند بتاعي جاي يعمل ايه. محتاج برضه
برضو وانا بعمل الاستراتيجي احلل المنافسين بتوعي، اعرف المنافسين بتوعي مين وبيعملوا ايه وموجودين بشكل عامل ازاي. ده بيساعدني في الاستراتيجي. احلل المنافسين بتوعي ازاي؟ انا عايز اشوف المنافسين دول اصلا موجودين فين واكتب على انهي تشانل. فمثلا المنافس الاولاني كان موجود على فيسبوك وانستجرام، عايز اشوف هو عنده كام فولور عليه. عنده هنا 3000 و2000 ومليون. ايه نقاط القوه عند الشخص ده، او الشخص ده بيعمل ايه كويس قوي على البلاتفورم. فمثلا هو موجود على لينكد ان بيقدم كونتنت للموظفين بتوعه بشكل مناسب قوي، بس على فيسبوك ما بيعملش حاجه، وعلى انستجرام بيقدم صور كتير. انا فهمت ان هو من ضمن نقاط القوه بتاعته ان هو التيم بتاعه بيعرف يشتغل على امبلوير براند، بس ده اللي هو مهتم بيه، وان هو عنده الامكانيه او العين اللي بتطلع صور كويس، عنده فوتوغرافر كويس، عنده حد قادر يطلع له الكونتنت. فدي من ضمن نقاط القوه اللي عنده. لو انا جيت اتكلم في ايه نقط الضعف اللي عنده، قد يكون البراند ده مش موجود بشكل مستمر على فيسبوك، او ان هو بوست يوم و7 لا ويوم و20 لا. دي تعتبر نقطه ضعف عنده. وانا بحلل البراندات اشوف هو ايه الكونتنت عنده اللي بيجيب له ارقام، ايه الكونتنت اللي بيخلي الناس تخش تنجيج. لو قال للناس طلعوا الكره من تحت الصندوق، ده هيجيب تفاعل، ولا هل لازم يبذل ايفورت اكتر ويبدا يجيب، لا هيجيب انفلونسر. محتاج تبدا تشوف ايه اللي بيجيب له ارقام وايه اللي ما بيجيبلوش ارقام، تبدا تحط الحاجات في بوليت بوينت. خلاص انا كده عرفت اكتر عن المنافسين بتوعي. مهم دلوقتي اعمل سوات اناليسيس، ابدا اشوف قوي عندي بالقوي عند الناس والضعيف عندي بالضعيف عند الناس. تعال نقسم سوات اناليسيس بشكل ابسط من كده. المحور الاولاني في حاجات كويسه وحاجات وحشه، والناحيه الثانيه احنا بنقول الحاجات دي داخليه ولا خارجيه، وابدا اشوف انا بعمل ايه، وابدا اعمل لنفسي سوشيال ميديا اوديت، وابدا احلل السوشيال ميديا بتاعتي واشوف انا بعمل ايه كويس وما بعملش ايه كويس. طبعا الاوديت ده بتعمله في الكيس ان انت اصلا موجود على السوشيال ميديا، مش لسه بتبدا. لو انا اوريدي بستخدم السوشيال ميديا، محتاج ابص على ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال، ايه اللي كنا بنعمله بيجيب ارقام وبيجيب تفاعل مع الناس، وايه اللي ما بيجيبش تفاعل، واللي كان بيجيب تفاعل ده كان بيجيب تفاعل بانهي شكل وعلى انهي تارجت اوديت. بالتالي لما كنا بنعمل ده على الشانل الفلانيه كان بيعمل ايه. محتاج افهم كل ده بيحصل ازاي. انا طلعت الحاجات الكويسه والحاجات اللي مش كويسه والحاجات اللي اشتغلت والحاجات اللي ما اشتغلتش. هبدا بقى السلايد دي انا هبدا امسك بقى بلاتفورم واقول ده كان كويس ليها، وده التايب اوف كونتنت اللي هنشيره بعد كده، ودي التارجت اودينس اللي هنكلمها، ودي الكي بي ايز بتاعتي. واجي عند البلاتفورمز اللي مش شغاله، سي ان انت عامل تيك توك بس انت كل اللي وصلت له هناك 300 فولو، يبقى يا جماعه محتاجين نقول ان احنا التيك توك نقفله علشان خاطر هو مش شغال. طب مش شغال ليه؟ لان احنا ما عندناش الناس او ما عندناش الامكانيات او البيزنس بتاعنا مش سامح لنا ان احنا نكون موجودين على تيك توك. خلاص انا حددت التارجت اودينس بتوعي، الجولز بتاعتي، المنافسين بيعملوا ايه، انا بعمل ايه كويس وما بعملش ايه كويس. محتاج دلوقتي بقى ابدا ابص على الكونتنت بتاعي. يلا نبدا نشتغل على الكونتنت. في فورماتس معينه هي دي اللي بتبدا تستخدمها على السوشيال. مثلا المحتوى الترفيهي، ان انا اخلي الناس تستمتع وتتفرج على فيديو، بيتفرج على فيديو جاست تو هاف فان. ده من اهم المحتويات اللي محتاجه تكون موجوده عندك على السوشيال. تاني حاجه وهو محتوى اقناعي او محتوى بيحاول يقنع الناس، محتوى بيقدم افكار او محتوى بيبيع افكار للناس. حاجه تانيه وهي محتوى الانسبيريشن، محتوى بيشجع الناس، محتوى بيدي للناس افكار جديده، محتوى بيوري له قصه نجاح لفلان، قصه كفاح لحد. نوع تاني من انواع المحتوى المهمه محتاجه تبقى موجوده عندك المحتوى الانفورميشن، ان انا بشير نوليدج، بدي معلومه. فكره ان انت بتدي معلومه او بتقول معلومه مهما كانت هي بسيطه، مهما كانت هي الناس كلها عارفاها، ووجودك ان انت قلتها ده بيديك اولويه عن براندات لسه ما قالتهاش. محتوى تاني وهو محتوى التعليم، بتعلم الناس ازاي يعملوا هاو تو ترافل او وات ايفر. انت بتقول له هاو تو ايه، فانت بتعلمه حاجه، انت بتديله مش مجرد بتديله انفو او بتشير معلومه، انت بتعلمه ازاي يعمل الحاجه العمليه. واخر حاجه وهي ان انت تسبورت، ان انت تساعد الناس. يعني مثلا النهارده 2 ديسمبر اليوم العالمي لدعم ذوي الهمم. في اليوم ده انا اقترحت على البراند اللي انا شغال معاه ان يلا نطلع اوفر مخصص للناس ذوي الهمم. ليه انا بعمل ده؟ لان ده بيوري الناس انا قد ايه براند مهتم بيهم، انا فعلا مهتم بيهم، وبقول للناس ان انا مهتم بيهم. وانا بعمل كونتنت استراتيجي محتاج تفهم ان الكونتنت نفسه لما تيجي تتكلم في كونتنت بيبقى مكون من شويه حاجات، مكون من بيلرز وسب بيلرز وتوبكس، وفي الاخر الكونتنت نفسه، افكار الكونتنت او عناوين الكونتنت البيلرز. وانا بشتغل على الكونتنت بتاع البلاتفورم ببدا اطلع له حاجه اسمها بيلر. زي مثلا ان من ضمن البيلرز اللي احنا طلعناها اللي هنشوف هنطلعها ازاي في السلايدز اللي جايه الجولف سكيلز. رحت مطلع من البيلر دي توبكس ليها، وهي مثلا ان انا هبدا اتكلم على التكنيكس بتاعت الجولف. ده كان البيلر الجولف سكيل، وبعد كده طلعت منه التوبيك اللي هي التكنيكس. ايه بقى السب توبيك اللي ممكن اطلعه او ايه اللي هبدا اتكلم عليه بالتحديد؟ الجولف سوينج. طلعنا السب توبيك. من السب توبيك ده شوف انا اقدر اطلع بيه كام بيس اوف كونتنت او كام فكره بوست. واحد اقدر اطلع طرق للمبتدئين ازاي يطوروا من الجولف سوينج بتاعهم، 5 ابلكيشنز يساعدوك وانت بتلعب جولف او انت بتتعلم جولف. كل دي حاجات قدرت اطلعها بس من ان انا مشيت فكره التوبيك في بروسيس معين. تعال نقول ان احنا طلعنا البيلرز بتاعتنا خلاص واحنا جهزنا البيرسونز. انا هعمل ايه تاني بعد ما تطلع الكونتنت بيلر؟ هبدا اطلع لهم توبكس مناسبه للبيرسون. يعني سي انا قلت ان انا عندي بيرسونا الفت ونوال
ونوال ومحمد، ألفت ونوال ومحمد، وانا كده كده ببيع لهم سنيكر، انا كده كده المنتج بتاعي سنيكر. تبدا تطلع السب تويكس اللي تقدر تطلعها عشان ده اللي هتطلع منه محتوى. ودلوقتي بنكرافت او بنكتب الكونتنت استراتيجي بتاعك. ابسط رول تقدر تقول ان انت لما تستخدمها انت ضامن ان هي الى حد ما هتجيب لك ارقام، هي انك تستخدم الرول اوف ثيرد. الرول اوف ثيرد دي بقى متقسمه ازاي؟ متقسمه على التالي، ان احنا عندنا محتوى ترفيهي، وعندنا محتوى بيعلم الناس، وعندنا محتوى بيبيع للناس. لحد هنا انت خلصت السوشيال ميديا استراتيجي بتاعك، بس كدوكيمنت انت شغال عليه انت لسه ما خلصت الشغل. انت بعد ما تعمل كل ده محتاج ترجع تاني وتقول لنفسك هو ايه اللي اشتغل معايا كويس على انهي بلاتفورم، اللي كنت عامله لمين، ولما اشتغل طب انا كنت عامل حاجه للناس الفلانيه بس ما اشتغلتش، محتاج ابدا اكتب الحاجات دي كلها واقول هي ليه ما اشتغلتش، في وقت قد ايه، وايه اللي حصل لها، وتبدا تحكي القصه بتاعتها. وفي السلايد اللي بعد كده تبدا تتكلم على البروجرس اللي انت وصلت له والارقام اللي انت وصلت لها. وبعد كده تبدا تقول الاكشن، تبدا تحط اكشنز ثانيه. يا جماعه احنا هنفوكس على واي وزد، احنا محتاجين نفوكس على التكتيك الفلاني والفلاني اللي احنا اشتغلنا عليه. دي بقى نصايح عامه عن السوشيال ميديا استراتيجي. حاول على قد ما تقدر الكونتنت اللي تطلعه تكستمايزه على بقيه الشانل. يعني مثلا ده فيديو على اليوتيوب، لو انا خدت الجزء ده وقسمته الريل ونزلته على فيسبوك، انا هقول ان هو ممكن يجيب لي ارقام كويسه. انك تفلتر دايما الكيوردز بتاعتك والهاشتاجز بتاعتك، تبقى فاهم هي الناس بتقول ايه فين، وتابع كل حاجه بتحصل. لو الاندستري بتاعتي فيها ترند جديد مهم قوي ان انا اكون متابعه. مهم قوي انك انت كماركتير وبتعمل كل ده وانت بتعمل البرزنتيشن دي، وانت بتعمل اي برزنتيشن حتى لو بتريبورت، مهم قوي تبقى فاهم مين التارجت اودينس بتوع البرزنتيشن. لو انا بعمل برزنتيشن مثلا للمدير بتاعي غير لو هعملها للبزنس اونر، غير لو هعملها لزميلي، محتاج ابقى فاهم مين التارجت اودينس بتوع البرزنتيشن دي وهو عايز يعرف ايه. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. لو انت هتقول ايه، اقول لو انت حد مهتم بكذا كذا كذا فده ليه. اعتقد دي هتجيب ريتش دي. ليه؟